أصيبت إحدى النساء بمرض سرطان الدم، استخدمت خادمة إندونيسية، وبعد مرور أسبوع تقريبا على حضور الخادمة، لاحظت هذه السيدة أن الخادمة تتردد على دورة المياه أكثر من المعتاد، وتغيب كثيرا بداخلها. وفي إحدى المرات سألت السيدة هذه الخادمة عن سبب بقائها في الحمام طويلا، فأخذت الخادمة تبكي بكاء شديدا، فتعجبت السيدة وسألتها عن سبب بكائها، فقالت لها: إنني وضعت ابني منذ 20 يوما فقط، وعندما اتصل بي المكتب في إندونيسيا أردت اغتنام الفرصة والحضور للعمل عندكم لحاجتنا الماسة للمال، وسبب بقائي طويلا في الحمام هو أن صدري مليء بالحليب وأقوم بتخفيفه. عندما علمت هذه السيدة المريضة بما قالته الخادمة، قامت على الفور بالحجز لها في أقرب رحلة إلى إندونيسيا، وصرفت لها المبلغ الذي ستأخذه خلال السنتين بالتمام والكمال، ثم استدعتها وقالت لها: هذا راتبك لمدة 2 مقدما، اذهبي إلى ابنك وارضعيه واعتني به، وبعد 2 بإمكانك الحضور إلينا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ثم أعطتها أرقام الهواتف في حال رغبتها للعودة بعد 2. وبعد سفر الخادمة كان لدى السيدة موعد لمتابعة تطور مرضها بسرطان الدم، وعند الفحص الروتيني للدم كانت المفاجأة، إنهم لم يجدوا فيها أي أمراض، فطلب الطبيب منها أن تعيد التحليل عدة مرات، وكانت النتيجة واحدة: لا يوجد أي أثر لسرطان الدم. فذهل الطبيب لشفائها لأنه يعلم مدى خطورة المرض، لذلك حولها على الأشعة، فوجدوا أن نسبة السرطان 0. عندها تأكد للطبيب شفائها تماما، فسألها عن العلاج الذي استخدمته، فكان جوابها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. وقد قال أيضا: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.